سقيانا سقيا نافعة يا أرحم الراحمين، تضر بها السبسب والربا وتنفع بها البهائم والعمائم. اللهم يا ربي اكسنا حلة الإيمان واغفر لنا يا رحيم يا رحمن. هذه ذنوبنا على كثرتها، وهذه مغفرتك تسع الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم أننا لو عرضنا على أكرم عبادك في الدنيا لأكرمنا، فقد عرضنا عليك وأنت أكرم. هذا يقيننا بك يا رب العالمين. نحن مذنبون وأنت غفار الذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا يا ربنا. شكرا لكم. هذا اليوم يعني نقيم صلاة الاستسقاء تبعا للتعليمات الملكية أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دأبا على سنة جده رسول الله. اليوم كما تلاحظون في مدينة مراكش إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للأمطار، والحمد لله والشكر لله. وخلال الصلاة كما تلاحظون أمطرت، والحمد لله. نتمنى أن تعم هذه الأمطار المغرب الحبيب، لأنه فعلا هناك إشكال كبير يعاني منه وطن الحبيب في مشكل الماء، ولكن الحمد لله لنا رجاءنا في الله إن شاء الله أن تعم يعني هذه أمطار الخير كل المدن المغربية وأقاليم وطننا الحبيب. شكرا لك. مدينة خير سي البرهومي، قول لنا كي حسيتي بالشعور ديالك؟ صراحة شعور لا يوصف، حقيقة قشعرت الأبدان، ويعني أعيننا يعني الأعين ديالنا دمعت خلال يعني الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يمطر علينا شآبيب هذه الأمطار وهذه الخيرات. صراحة شعور لا يوصف. نتمنى أن يزيدنا الله سبحانه وتعالى من أمطار الخير حتى تعم سائر المدن المملكة المغربية. شكرا لكم. تشكر السي البرهومي النائب الرابع ديال جامعة حربين على هذه التوضيحات بمناسبة هذه أمطار الخير اللي جاب الله الاستجابة الدعاء ديال هاد الناس هادو. يعني متابعين ديالنا شوف الواقع تيفي، حنا بدورنا كنحمد الله على هاد الأمطار الخير اللي تهطلت عنا. الله استجاب لنا هذا الدعاء الحمد لله. واحد الإحساس اللي هو غريب، والحمد لله الله استجاب الدعوات ديال الأمة ديالته، الدعوات ديال الناس، والحمد لله في ديك الدعوات ديال الإمام بدا المطر تيهطل والناس خاشعين. الحمد لله، ودائما شعارنا الخالد والأبدي الله الوطن الملك. صادق بوزاير نائب رئيس مقاطعة مراكش المدينة. اليوم نلبي دعوتين: دعوة أمير المؤمنين الدائبة على نهج جده الأمين في استسقاء المطر، وهذه سنة ورثناها كابرا عن كابر، وهي توحي لنا أننا لازلنا فروع تتبع الأصول، وهذا شيء جميل يبعث في النفس الثقة والطمأنينة والراحة أننا لسنا يعني مجتوثين من الأرض، وإنما متصلين بأصولنا وجذورنا. أيضا من العجيب والزوين اللي عجبني هو طريقة اللي حافظوا عليها المغاربة، وهي اتخاذ الوسيلة لله عز وجل. والوسيلة لله عز وجل أثناء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو رسول الله، ثم في بعده كان العباس، فيخرجون العباس يدعو لهم، يعني تظنوا فيه الخير، وهذا من الداعي نظن في بعضياتنا الخير. كلنا ذنوب ولكن نظن في بعضنا الخير. عز وجل لاستجلاب المطر، وهذه سنة حميدة دأبت عليها الدولة العلوية الشريفة. ما يمكن لنا إلا ننبهروا لما نقرأوا التاريخ ونعرفوا هذا الشيء أنه له قرون وعهود، وأننا لسنا يعني ملقطين كما يتقالوا، وإنما مأصلين. فاحنا مأصلين في جميع أمورنا التدبيرية والمعيشية بقيادة جلالة الملك. أمورنا دائما مرعية وعلى السنة النبوية الشريفة. فشكرا لجلالة الملك لحفاظه على دأب أجداده، وهذا شيء فخر واعتزاز لنا كافة أننا في ظل قيادة سامية رشيدة. فهذه المناسبة مناسبة تضرع وخشوع، وأني أدعو الجميع
أهم حاجة هو التراحم فيما بيننا والتسامح والتجاوز وحسن الظن في بعضنا حتى يرحمنا الله. ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. تحياتي لكم. تبارك الله تما جاو طلبوا الله عز وجل باش يسقينا بالمطار والحمد لله جا المطار. يعني كي حسيتوا كنتو كتصليو جا المطار؟ الحمد لله على كل حال. بعدا راه سقينا الله هذا المطار هذا، ولكن خص الناس بعدا حاولوا ما امكن انهم يدعوا الله عز وجل ويستجبوه، لان الناس راه هما اللي تفارطوا ماشي الله عز وجل. السلام عليكم. يعني الاخ تا هو كذلك شاب كما قال واش الاخ كتنصح هاد الناس هادو؟ اتقوا الله، لا اله الا الله. اتقوا الله حق تقاته. تقولنا النساء كاسياد عاريات وانت تريد ان يفتح لك الله، كيف لا يمكن اخي. اتقوا الله وسيفتح علينا. السلام عليكم. معنا كذلك احد الشبان. نعم ذلك مقولتي. الرسول قال التقوى هون القلب، وكتاب الله عز وجل قال وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والتقوى يريد هذا التقوى، يريد الناس ان يصلوا ويدعوا ربهم، لان القلب الذي فيه التوبه ولا شيء. السلام عليكم. لا اله الا سيدي انا شوف الواقع تي في، يعني كي حسيتي حين جا هذا المطار هذا وانتم كتصليو كشباب وكشيوخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي استجاب لنا والذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أدينا الصلاة هذه ونسأل الله خير كثيرا بإذن الله. يعني باقي الخير. باقي إن شاء الله خصنا نثبتوا على الدين يعني القرآن والسنة، يعني باش كتنصح هاد الامات؟ باش يرجعوا للقرآن والسنة ويثبتوا ويديروا الأعمال الصالحة باش إن شاء الله يكون الخير بإذن الله. شكرا. الله يبارك فيك. معنا كذلك احد الفقهاء الشبان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. حسيتي حين جات هذا المطار الخير؟ الحمد لله، تنتمناو تكون طول السنة ويكون واحد النتائج جيدة وما تكونش سقيا عذاب، وأن يكون الغيث إن شاء الله. هادشي اللي كاين، نتمناو من الله التوفيق. يعني باش كتنصح هاد الامه لان كنشوفوا بعد شي حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا تنتمناو من الله يهدي الشباب ويهدي الأمة، الناس تتوب إلى الله. هادشي اللي كاين، نستغفر الله ونتوب إليه. شكرا. كما جالسا احد الشبان المتدينين هنا بمدينه مراكش. لا حول ولا قوه الا بالله. حمدنا الله على هذا الخير اللي عطانا الله.